اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا شباب. بس ايه ده يا ابو طارق؟ ده انت عامل وليمه. مين هياكل كل الاكل ده؟ هذه شغلة بسيطة يا ناجي بيك. تفضلوا تفضلوا، صحة وهنا. اسمعوا هذه النكتة. اثنين غزازوة، واحد بيقول للثاني ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له اسمك ايش؟ قال له عيد. ناولني الباميه وتهمي من عندك والنبي. طب وهذه واحدة ثانية. اديني طبق البلح ده بسرعه. هات. ايه بتعملوا ايه؟ خف يا تهام. ارحم يا عبد الجليل، ارحم. خد خد يا رايح شويه. الله الله عليك يا ناجي بيك. هتفضحونا. ليش ما عم تاكل يا حسام؟ لا ابدا مفيش، بس اصلي افتكرت ابويا. كل يا حسام، كل يا حبيبي. حاضر يا باشا. مالك يا حسام يا ابني؟ اوقات كتير قوي بننسى، وبنحاول نعمل نفسنا ان احنا ناسيين، لكن ممكن تيجي علينا لحظة بيخرج فيها كل اللي احنا بنحاول ننساه وبنشوفه قدام عينينا. الناس اللي بتحكي عنهم يا حسام هدول هم اللي بيحبهم ربنا، والحمد لله إنك من الناس اللي ربنا بيحبهم. اللي ربنا بيحبه بيكرمه وبيستجيب دعاه. انت بس ادعي ادعي وربنا حيستجيب دعاك. قول يا حسام. نفسي ارجع اشم ريحته لما كان بيشيلني على كتافه وانا عيل صغير. كان لما بيصحى من النوم يملى البيت كله بحسه، وكان قبل ما يجي يصحيني يلاقيني واقف قدامه بقلده في كل حركه بيعملها. كان لما بيضحك ضحكته بتهزني وتفرحني وتحسسني ان انا ليا ظهر وسند. كنت دايما ببص له باعجاب، شايفه اقوى واحسن راجل في الدنيا. كنت بتمنظر قدام اصحابي بعد كل بطوله ياخدها في العاب القوه. كان وهو بيتمرن يا حاجه بيحطني على كتافه، بيعمل كل تدريباته وهو شايلني. كان يبص لي وانا على كتافه ويقول لي انت بقيت اطول مني يا دي يا حسام. وانا على كتافه كنت بحس ان انا ممكن احط ايدي في السماء في عين الشمس. وطول ما انا على كتافه كان يقول لي انت عينيا وايدي وسيبني انا ابقى رجليك.
آخر بطولة راحها غاب فيها أوي، ولما رجع دخل عليا وهو قاعد على كرسي، جات له إصابة في العمود الفقري واتشل. أنا آسف يا حاج. لا أبدا يا حبيبي، ولا يهمك. كمل. من يوميها ما بقتش ايديه وعينيه بس، بقيت رجليه كمان. ونفسي ومنى عيني يجي اليوم اللي اشوفه واقف تاني على رجله، وارجع تاني اقعد على كتافه وامد ايديا لفوق. من اليوم ده ابويا بقى عامل زي خير الحكومه، لا اتحاد سائل فيه ولا عاد حد فاكره. عشان كده انا نفسي اعمل اي حاجه في الدنيا الم بيها فلوس كتير قوي، اعمله العمليه ويرجع تاني يقف على رجله. يا بخته العبد اللي ربنا يرزقه ولد مثلك، أكيد بيحبه كتير زي ما أنت بتحبه ويمكن أكتر. انا نفسي اثبت له الحب ده بالفعل، مش بشويه دموع في عينيا. ادعي يا حسام، ادعي، وإذا ربنا أراد أكيد كل الفلوس اللي أنت عايزها هتجيلك من حيث لا تحتسب.